السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. هذه قصة سبحان الله وردتني من أحد القضاة في البلاد عندنا هنا في المملكة. ما شاء الله. قصة عجيبة ومؤثرة سبحان الله، وفيها يعني أثر الدعاء. دائما نعيد الدعاء ونكرر أثر الدعاء في يعني إظهار الحق وإرجاع الحق لأهله. هذا رجل من أثرياء البلد، يعني رجل ثري عنده خير وعنده أموال ما شاء الله، ولما كبر في السن يعني رأى أنه يحتاج الزواج من ثانية، وفكر سافر خارج المملكة ورزقها الله بزوجة صالحة وجابها معه وبلغ زوجته وعياله. قالوا زوجته وعياله الله يبارك لك بس نشترط ان لا نشوفها، هي في حالها وإن في حالنا. قال خير إن شاء الله. وعاش معها تقريبا 2 أو 3 سنوات، كان يعني ما شاء الله في سعادة وهناء وكذا، لكن إنه مشكلته إنه أخطأ ما وثق هذا الزواج. وهذه دائما التوثيق سبحان الله والمشي في الأمور السليمة وتوثيق الأوراق هذا يحفظ حقوق الناس. والأكيد الحكومة ما وضعت هذه الأمور إلا للمحافظة على حقوق الناس. الشاهد أنه ما وثق الزواج. بعد 2 أو 3 سنوات توفي هذا الرجل. لما توفي للأسف أن أولاده وزوجته الأولى ما أعطوها وجه، وقالوا لها الله يستر عليك، روحي دبري عمرك، سافري لأهلك. حاولت فيهم ما أعطوها ولا شيء، قالوا ما لك شيء عندنا. لا حول. جيبي إثبات إنك زوجته، ما في إثبات. لا حول. طلعوا صك حصر ورثة إن الوريث زوجته وأولاده فلان وفلان وفلان وبناته، والزوجة هذه ما هي مثبتة. لا حول. راحت المسكينة هذه راحت للمحكمة، قالوا لها وين؟ قالت وين المختص بقضايا الأحوال الشخصية؟ قالوا القاضي فلان. راحت للمحكمة، طبعا الكلام هذا قبل 15 سنة وكذا، كانت كل الأمور يدوية والحضور يكون حضور شخصي، يعني تحضر المحكمة. راحت للمحكمة للقاضي هذا قاضي الأحوال الشخصية وشرحت له الوضع. قال معك إثباتات، معك شهود. المشكلة أن حتى الشهود ما تعرف أحد في البلد هنا، ولا يعني حتى أصدقاء، تقول كان يجي أصدقاء ويتعشون عندنا في البيت بس ما أعرفهم، ما أدري وينهم الآن ولا أعرف عناوينهم. قال والله يا أختي ما إن محكمة وأمور رسمية ما أقدر أسوي لك شيء، ما عندنا حل. راحت ورجعت اليوم الثاني. المهم أنها ترددت على هذا القاضي حتى أنه زجرها في الأخير. قال يا أختي ما عندي شيء، أعطيني معاملة رسمية وأوراق ثبوتية رسمية وأنا أمشي في القضية، غير كذا ما عندي شيء، أقل شيء جيبي شهود. قالت ما أعرف أحد. قال ما لك شيء. المهم صارت يعني ارتبطت بالدعاء، يعني كانت تدعو الله اللهم فرج همي، اللهم أظهر الحق، اللهم. بعد فترة سبحان الله القاضي هذا كان في منطقة ثانية وجاء الرياض عند أهله، القاضي نفسه جاء يزور أهله أبوه وإخوانه. أثناء حديثهم عن الأحوال والجيران قالوا جارنا فلان ما شفته يصلي معنا. قال والله أنه تعبان في البيت له فترة ما يصلي في المسجد. قال بروح أزوره. هذا من؟ القاضي. القاضي أيوه. راح يزور ذا الشايب من جيرانهم. كيف حالك يا أبو فلان؟ عساك طيب؟ الحمد لله. قال اللهم لك الحمد، أبشرك الأمور طيبة، بس والله أني تعبت، والله أنه بعد وفاة صديقي فلان. من هو صديقه؟ الرجال زوج المرأة هذه. أيوه. إني تأثرت بعد وفاة صديقي فلان وإني فقدته. قال من هو فلان هذا؟ أنت تعرفه أنت؟ يعني طبعا الاسم القاضي يعرفه. أيه. من كثر ما تتردد عليه المرأة. أيوه. قال أنت تعرفه؟ قال نعم أعرفه، هذا صديق العمر. وكنت أروح له في ذيك الديرة وأجلس عنده وعند زوجته الثانية وهي اللي تغدينا وهي اللي تستقبلنا وهي. الله. قال يعني تعرف انه متزوج زوجة ثانية؟ قال نعم اعرف انه متزوج من البلد الفلاني. قال متأكد من هالمعلومات يا عم؟ قال نعم. قال سبحان الله، خلك على اقوالك هذه، في احد معك؟ قال معي فلان وفلان وفلان. هذول يقول ان الشلة دائما اذا رحنا البلاد مدينة ذيك نروح عند فلان وتستقبلنا في بيت زوجته الثانية. قال خير إن شاء الله، ترى يمكن نحتاجك يا عم. قال أبد، أي شيء يخص عيال صديقي أو قال أبد ما عليه، إن شاء الله بيجيك خبر. ما شاء الله. سبحان الله. راح القاضي
والمرأة لا زالت تتردد عليه. نعم. لما رجع على طول جته، طبعا ما عنده لا رقمها ولا أي معلومة عنها، لكنها أراد الله سبحانه وتعالى أنها تجيه في المحكمة. ونفس السيناريو يا شيخ، قال لحظة أنت إن شاء الله أن أمورك بتتعدل. يا سلام. كيف يا شيخ؟ قال وش اسم زوجك؟ قالت فلان فلان. قال تعرفين أصدقائه؟ كان يجيكم أحد؟ قالت كان يجينا 3 وسبق أني قلت لك بس ما أعرفهم، يعني ما أعرف فلان أبو فلان وأبو فلان، بس ما أعرف عناوينهم وجوالاتهم وذا، أو أسماءهم كاملة ما أعرف أوصل لهم يعني. نعم. قال من هو اللي قال تعرف أبو فلان؟ قالوا غيره. قال المهم أنها عدت ال3 أشخاص اللي عدهم الشايب. يا سلام. قال خير إن شاء الله، الآن أنت ارفعي أوراقك رسميا وإحضار الشهود أنا بتولى. ورفعت دعواها رسميا، واستدعوا الأبناء اللي هم ورثة زوجها. ولما جت الجلسة لإثبات أنها زوجته، استدعى القاضي الشايب هذا وأصدقائه اللي يعرفون وحضروا في المحكمة وشهدوا شهادة الحق أنها زوجته على سنة الله ورسوله، وأن لها نصيب مثل ما لزوجته الأخرى. وهذا شرع الله. كونه ما وثق هذا موضوع ثاني. يا سلام. فكان سبحان الله يعني نهاية القصة أن الله أظهر الحق بإلحاح هذه المرأة وارتباطها بالله سبحانه وتعالى ورجائها ودعائها من الله سبحانه وتعالى، أن سخر لها البشر هذول كلهم، القاضي وأصدقاء زوجها سخر لها سبحان الله، حضروا للمحكمة وأثبتوا نصيبها من الورث وأخذت حقها وافيا ونصيبها وافيا. فمثل هذه القصص تحدث أيها الأخوة، وفيها الحقيقة موعظة للأبناء والورثة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. يعني كون أبوكم ما وثق الزواج هذا ما يعني أنه يسقط حقها أمام الله سبحانه وتعالى، وما يعني أنكم تأكلون حقها وتهضمون. هذه زوجة والدكم. الآن يعني ورد في الحديث من أبر البر أن تصل حب أبيك أو ود أبيك. طيب هذه زوجة والدك تجحدها حقها، فهذه فيها قصة عظة وعبرة، نسأل الله أن ينفع بها الجميع.